طيب في ظل النزول بتاع الدولار اللي حاصل دلوقتي، نشتري دلوقتي ولا نستنى؟ هرجع اقول تاني، انا الفيديو ده بعمله تاني بصيغة مختلفة لان عملت اخوه الصبح والناس هاجمتني، يعني انت متناقض، انت مش عارف ايه. ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا متناقض انت وهو؟ لما اقول لك كل حاجة في علم الغيب، اللي جاي ده في علم الغيب، ولكن انا عندي وجهة نظر بناء على المعطيات السوقية والاقتصادية اللي انا شايفها. تيجي تقول لي متناقض؟ انت ازاي تقول في علم الغيب وازاي تقول وجهة نظرك؟ الله. هو برنامج الطقس مثلا اللي بتجيب فيه درجة الحرارة، مثلا يقول لك في تنبؤ بأمطار بالليل، هو بيتنبأ، لكن اللي جاي ده من عند ربنا، هو بيتنبأ بناء على معطيات قدامه. الناس أمراضها بتطلع عندي ليه؟ أنا مش فاهم بجد والله، حاجة غريبة. المهم يعني ما علينا من كل الكلام ده. الوقت ده حلو للشراء، برضو ارجع اقول من وجهة نظري، عشان اصل انتوا تقريبا الناس بيريحها اللي يطلع يقول لا تعالوا اشتروا دلوقتي، ما اشتروش الدنيا هتغلى، او العكس ما تشتروش الدنيا هترخص ما تشتروش. يجي يحصل حاجه عكس اللي انا قلتها، الناس طبعا زي ما واحد صاحبنا حصل معاه قبل كده، واحد صاحبي ما تعرفوش قال لك الدنيا هترخص هترخص، وهوب الدنيا عملت كده، الناس قعدت تحاسب عليه من هنا للسنه الجايه. فهي كل حاجه انت بتقول والله العلم عند ربنا، ولكن انا شايف واحد اتنين تلاته، عشان بس اخدت كده شويه كومنتات سلبيه والناس والله العظيم مريضه ولا هي فاهمه اي حاجه في اي حاجه. المهم نرجع تاني لموضوعنا. حرقوا دمي والله. الوقت ده وقت حلو للشراء لان هو حصل هبوط جامد، نزل شويه حلوين في الاسعار، وبدا يتدحرج لفوق شويه، وفي ناس جايبه بالغالي وطبعا مش هتخسر وتبيع انا اقسم بالله في عربيات احنا بعناها خسرنا فيها، اقسم بالله كمان مره عربيات احنا خسرنا فيها، بس خساره بلحق اعوضها في حاجه تانية. لكن في ناس برضو مش قابله، يعني مش هتعرف تعوض خسارتها. فالمهم